مرة من المرات، وأختم بهذه، مرة من المرات كان لي محاضرة في أحد السجون، ألقيت محاضرة، جمعوا لي السجناء في المسجد حق السجن قرابة 1000 سجين. انتهيت من المحاضرة، لما خرجت قال لي المرشد اسمه الشيخ علي، قال يا شيخ محمد، قلت نعم. قال يا شيخ في مجموعة سجناء ممنوعين يحضرون مع بقية السجناء. قلت لماذا؟ قال لأنهم في السجن الانفرادي. ممكن يا شيخ تمر كل واحد تتكلم بالميكروفون ويسمعونك. قلت طيب ما في مشكلة. أقبلت فإذا السجن الانفرادي غرفة كبيرة قرابة 50 متر في 50 متر، صالة، وفيها غرف، كل غرفة ظهرها للغرفة الأخرى، بحيث أنه وهو داخل غرفته لا يستطيع أن يرى إلا جدار وراءه وجدار عن يمينه وجدار يساره وقضبان حديد وراءها السيف الذي للغرفة الكبيرة هذه للصالة. فجئت أمسكت الميكروفون بعيد وأنا لا أراهم ولا يروني، وألقيت كلمة، ثم جعلت أمر بهم لأجل أن أتكلم معهم، اللي عنده السؤال اللي عنده الشيء. جعلوا يسألوني. مررنا بشخص ونحن مارون عليه، قال لي، بدأ يصرخ، قال يا شيخ علي يا شيخ علي. الشخص المسجون كأنه أسد جالس أتاه الله بسطة في الجسم وقوة. يا شيخ علي. قال نعم. قال يا شيخ نزل فيني الحكم أم لا؟ قال ما أدري ومضى. قلت هذا إيش قضيته؟ قال هذا يا شيخ عليه قضايا سطو مسلح على بنوك، فسجن أول مرة وسجن ثاني مرة وسجن ثالث مرة، فلما سجن الآن المرة الرابعة ما يتوب، حكم فيه القاضي أن تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال فلما رفع إلى اللجنة العليا للقضاة قالوا لا، بل هذا يقطع رأسه تعزيرا نفتك من شره. يقول فأنا ما أدري، أقول له يقطعون يدك أم يقتلونك؟ تدري خلهم هم يخبرونه. ثم قال لي تصدق يا شيخ محمد؟ قلت نعم. قال والله هذا يا أخي عنده من القدرات أشياء لو يستعملها في نصرة الدين يجعلها الله تعالى له بصمة كبيرة في الأمة. قلت كيف؟ قال هذا الرجل اللي تراه يتكلم 7 لغات، اللغة العربية والإنجليزية والبنغالية بنغلاديش والبشتو، ويتكلم الأردو ويتكلم الكوري ويتكلم لغة سابعة نسيتها. يقول يتكلم 7 لغات. الرجل معه 6 دان كاراتيه، ليس حزام أسود فوق الحزام الأسود، ومعه 6 دان تيكوندو، ومعه الكونغ فو، ومعه قتال شوارع. يقول هل تصدق أنه أول ما يطلع من السجن عنده 2 أو 3 متعاقدين معه النوادي يدرب المدربين. قلت عجيب. قال فيه من القوة شيء عظيم. يقول مرة من المرات مر واحد من الحرس، مر كذا أمام الزنازين، فقال له هذا المسجون، قال بالله أعطني ماء من البرادة التي عندك. فقال الحارس طيب عندك ماء؟ قال الماء اللي عندي حار. قال المهم خليك ساكت بس وتكلم عليه، ومضى. هذا الرجل حملها في نفسه. ثم لما استلم العسكري مرة ثانية يوم من الأيام بعد أسبوع أسبوعين، مر العسكري يمشي فقال لصاحبنا أعطني ماء. ذهب وأحضر له ماء، جاء بالماء وقرب عند الزنزانة، قال دخله عندي والله أنا ظهري يؤلمني. فقرب الكأس عنده وقفز صاحبنا ومسكه وجره. أنا ما أدري هو دخل كله ولا دخل وجهه بين الحديد، وضع يده الثانية على رقبته. ما تظن أني فاعل بك؟ أقتلك؟ أنا ميت أنت قد الكلام. المهم وتكلم عليه وبصق في وجهه ثم ألقاه. مرت قرابة 7 سنوات على زيارتي لهذا السجن، ثم مررت بعدها وألقيت محاضرة في السجن ورأيت الشيخ علي صاحبي. يا شيخ علي كيف الحال؟ أسك طيب بخير. وخرجت أنا وياه. ثم تذكرت قلت على فكرة. قال نعم. قلت تذكر قبل 7 سنوات لما جئتكم كان فيه سجين اسمه نسيت اسمه، كان قضيتك كذا وكذا. قال فلان. قلت اي والله. ايش اخبار هذا؟ قطعوا يده ولا قطعوا رأسه ولا؟ قال لا هذا حكم فيه السجن 25 سنة. قلت طيب موجود؟ قال نعم. قلت طيب حضر المحاضرة؟ لأني ألقيت محاضرة على السجناء. قال والله ما أدري. وجعل يسأل العسكر، قالوا لا فلان ما حضر، مشهور في السجن. قلت طيب أين الآن؟ قال أظن في عنبر رقم 12، تعال معي. وأمسكني بيدي وذهبنا للعنبر. ثم قال لي، قالوا تصدق أنه الآن رجل داعية؟ قلت كيف داعية؟ ذاك الرجل وفعلا هو واضح عليه أنه صاحب تدخين وفسق وفجور، يمكن ما في معصية إلا فعلها، فعلا واضح على وجهه تلك الأيام. قلت كيف؟ قال بدأ الآن الرجل يتكلم إنجليزي، فبدأ الآن أول ما يأتي أحد إلى السجن
مثلا فلبيني أو غيره يتكلم إنجليزي وهو غير مسلم، يدخلونه في الغرفة اللي فيها هذا، ما يكمل يوم يومين إلا وتشهد. ما أدري عاد يتشهد بالطيب ولا بالغصب، المهم إنه يتشهد. فقلت بالله، قال لي نعم، والآن عدد كبير يعني تشهدوا على يده، أسلموا على يده. قلت طيب يا أخي ما حضر المحاضرة؟ قال ما أدري يا فلان. قالوا ما حضر، موجود في العنبر. فجئنا إلى العنبر الساعة تقريبا 11 ضحى، فأقبلنا إلى جهة العنبر. فلما رأوني قالوا الشيخ، بيننا وبينهم الحديث. فقلت يا جماعة أريد أني أرى فلان. قالوا فلان يريد، هو رئيس العنبر، رئيس السجن كله، هو رئيس فلان. صح، أيقظوه من النوم وجاءني، ثوب يسحب وشفايف سود من الدخان، وشكله واضح أنه يعني الله يتوب علينا وعليه، وجاي كذا كأنه واحد بضارب. جو هلا يا شيخ كيف الحال؟ قلت الآن يا فلان أنت يعني داعية ما شاء الله ورجل على خير ومحاضرة دينية يعني تغيب عنها. قال والله يا شيخ كنت نايم. قلت طيب المفروض أنك يعني استيقظت من النوم. وقال يا شيخ تدري متى نمت؟ قلت متى نمت؟ قال والله ما نمت إلا الساعة 8 الصبح، سهران طول الليل. قلت ايش اللي مسهرك؟ قال يا أخي جابوا لي أمس فلبيني جديد كافر وقاعد طول الليل أحاول أبغى يسلم. قلت طيب أسلم؟ قال ملعون الوالدين ما أسلم. شو سبحان الله. قلت والله يا أخي كيف تدعوهم؟ قال والله يا شيخ الشباب في السجن أحضروا لي كتب في الدعوة إلى الإسلام والنقاش عن الإسلام وقرأتها كلها. يقول وبدأت أحفظ الشبه وأعطيهم إياه، وسبحان الله بدأ يسلمون. قلت له كم أسلم على يدك؟ قال يا شيخ الله يرزقنا الإخلاص. قلت لا بالله كم أسلم على يدك؟ قال أسلم على يدي إلى الآن 31. أسلموا على يد هذا الرجل اللي مدخن وربما مقصر في الصلاة، لكنه يحمل داخله هم دعوة إلى الإسلام. عندي قدرات، عندي لغة أوظفها في خدمة ديني، عندي ذكاء أوظفها في خدمة ديني، عندي قدرة على الكمبيوتر أوظفها في خدمة ديني، عندي قدرة على الإقناع أوظفها في خدمة، عندي مال أوظفها في خدمة ديني. فمن منا يا جماعة يستطيع من هاللحظة هذه الآن أن يتخذ قرارا ليس فقط أني أصلح ما بيني وبين الله، لا، بل أني أجعل لي بصمة في الأمة تبقى إلى يوم القيامة. وآتي يوم القيامة وقد اهتدى هذا على يدي، وتحجبت هذه على يدي، وصلى هذا على يدي يعني بسببي، وتاب هذا على يدي، وهذا العاق رجع إلى أمه وأبيه على يدي. من يستطيع فعلا أن يتخذ القرار الشجاع لأجل ذلك؟